بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكل متابعي قناة الأستاذ محبوس، إن شاء الله راكم بخير وبصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو الجديد راح نتطرق إلى أهم المصطلحات المتكررة في البكالوريا. هذا فيديو خاص بجميع الشعب العلمية والأدبية. الطالب كون يروح يشوف مواضيع البكالوريا من عام 2008 لغاية 2022 يلقى هذه المصطلحات ديما تتكرر. طالب مقرر عليه أنه يقرأ جميع المصطلحات الخاصة بالوحدة الأولى والثانية، أما هذه المصطلحات يجب عليه التركيز عليها فقط، لازم يركز عليها ويقرأها جيدا. قبل ما نبدأ بهذه المصطلحات ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإعجاب على الفيديو باش يوصلكم كذلك كل جديد. المصطلحات على بركة الله. هي أول مصطلح وأهم مصطلح، ما كانش طالب ما يعرفش هذا المصطلح: الحرب الباردة. المصطلح الثاني: جبهة التحرير الوطني. المصطلح الثالث: الكتلة الشرقية. مصطلح تقرير المصير. المصطلح الموالي: الحركات التحررية. الستار الحديدي. الإمبريالية. الانفراج الدولي. العمل الدبلوماسي. عدم الانحياز. النظام الدولي الجديد. التعايش السلمي. المجلس الوطني للثورة. الحياد الإيجابي. سياسة ملء الفراغ. هيئة الأمم المتحدة. القطبية الثنائية. مصطلح الثورة. مصطلح القوة الثالثة. كذلك سياسة الاحتواء، إضافة إلى ذلك مبدأ ترومان. مصطلح مجلس الأمن. الاستقلال. المنظمة الخاصة والكومون فورم. والحكومة المؤقتة والمعسكرين. المعسكر الغربي. العدوان الثلاثي. العملاقين. المفاوضات. مصطلح وقف إطلاق النار. مصطلح مؤتمر الصمام، إضافة إلى ذلك مصطلح كذلك هجومات الشمال القسنطيني. هذه المصطلحات دائما تتكرر لجميع الشعب العلمية والأدبية، لازم على الطالب يركز عليها، وإن شاء الله راح يطيح منها في الباك. هذه المصطلحات راح يطيح منها مصطلح أو اثنين لجميع الشعب، يجب التركيز عليها، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.